السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة أول أيام عيد الفطر، أعاده الله على الأمة الإسلامية باليمن والبركات. عدى رمضان والنهاردة أول يوم. كل سنة وانت طيب يا حسن. كل سنة وانت طيب يا أستاذ أشرف، كل سنة وكل مشاهدينك بالخير. عدى رمضان بالخير بفضل الله سبحانه وتعالى. كل سنة وانتم طيبين جميعا. عيد سعيد عليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات يا رب إن شاء الله. بكرة مباراة في غاية الأهمية، الأهلي والرجاء المغربي في دور الثمانية في دوري الأبطال. مباراة قوية جدا. طبعا نادي الأهلي إن شاء الله بيصارع عشان هو ياخد البطولة ديت. بكرة هتكون مباراة قوية جدا بين الرجاء ونادي الأهلي في القاهرة. عايز أقول لك حاجة يا أستاذ أشرف، الرجاء من الفرق التقيلة. أنا بحترم أوي 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 جمهور نادي الرجاء، لأني أنا من عشاق يا أستاذ أشرف جمهور الرجاء حتى في تشجيعه. ده يعني انا ما خلصتش منك زملكاوي داخل لي كمان بتشجع الرجاء. لا، انا قلت لك بعشق جمهور نادي الرجاء بصراحه. لكن لما تيجي تكلمني على انتماء، لا، انا اتمنى طبعا مكسب الاهلي. يا رب يكون من قلبك يا رب. بص، مفيش كلام ان اسم الرجاء اسم المغرب كبير. اسم كبير. طبعا اسم كبير، فمباراة صعبة حتى لو الرجاء عليه علامات استفهام، بس برضو اسمه الرجاء. مباراة قوية لان النادي الاهلي بيلعب تحت ضغط، طبعا بيلعب في وسط جماهيره وفي اللي القاهرة هتبقى مالية الاستاد، وكمان خايف ان يجي فيه جون، يعني بيلعب تحت ضغط. فمباراة صعبة، لازم الاهلي يخلص من هنا. بص، انا شايف يا استاذ اشرف ان كولر المباراه ديت يا جماعه مش مباراه كره قدم بس، مباراه العقليه. ازاي؟ انا مطالب ان انا من المكسب الكبير ان انا لازم اعمله، فكل ده هيجي في ذكاء اللعيبه، في القوه. لو انا محضر المباراه صح، انا مش عايز اكسب هدف ولا اتنين، لا، انا عايز اكسب اكتر من كده، لان الموضوع في الرجاء هناك صعب جدا. فانا لازم اخلص يعني المباريتين من الماتش بتاعي اللي هيكون هنا. فلازم اللعيبه تبقى جاهزه المباراه، مستعدين كويس، فان شاء الله المكسب هيجي، ولكن تدريجيا. بس المهم احافظ على خط ظهري كويس قوي وعلى مرماي ما يخشش فيها جول. هيبقى الموضوع صعب. لان الجون هيعمل لي ربكه كبيره جدا جدا جدا. يعني انا عندي احساسي كده او توقعي او تمنياتي، او لو انا مدرب انا امن نفسي كويس جدا جدا، حتى لو النتيجه هتمشي 0-0 انا عندي اجيب جون في الدقيقه 90 واطلع بالمباراه 1-0 بس ما يجيش فيها جول. مش مشكله يا استاذ اشرف، خلي بالك، انا عايز اقول لك على حاجه، ما انا وارد ان انا ما احطش اهداف وممكن اكسب هناك، بس يا جماعه الموضوع عايز شويه يعني شويه صبر على الهدف اللي انا هجيبه. خلاص، انا يعني ان شاء الله اتمنى ان تكون اللعيبه بتاعت نادي الاهلي مركزه في المباراه، حاطه في دماغها الماتش بطريقه اللي هي انا بلعب الماتش دوت على شوطين، شوط عندي في القاهره وشوط هناك. يعني ما يبقاش فيه استعجال. مفيش استعجال، لان انت برضو مش بتلاعب فريق سهل. تتذكر يا استاذ اشرف في زمن من يعني من سنين، نادي الاهلي كان بيلعب الصفاقسي، صح؟ وكنا هنا تعادلنا 1-1 ورحنا هناك في اخر ثانيه ابو تريكه حط هدف المكسب وصعدنا. طب وليه انت رايح بعيد؟ احنا لسه السنه اللي فاتت كسبانين هنا الرجاء 2-1، والرجاء راح جاب هناك فينا جون يخرجنا بره البطوله بالظبط، وجبنا جون واحنا اللي خدنا المباراه. فعلا يعني كانت نتيجه وحشه 2-1. هي بغض النظر. بص يا استاذ اشرف، انا شايف 1-0 مش وحشه برضه. وانا شايف برضه في الكره الحديثه في الاحتراف كله مفيش حاجه اسمها مباراه عندي ومباراه عندك. الفرقه فرقه، الكلام ده خلاص احنا في اي ملعب نتعدى خلاص العاقبه دي. خلاص لاعب الكره يلعب في اي مكان تحت اي اجواء تحت اي ظروف. فالموضوع ده عايزين نعديه. فان شاء الله نتمنى ان تبقى لعيبه الاهلي ان شاء الله مركزه، كولر يبقى محضر المباراه كويس جدا، ان شاء الله المكسب للنادي الاهلي. بس عندي نصيحه للاعيبه النادي الاهلي. انا شايف في الاعلام وفي السوشيال ميديا تداولا ان في لعيبه في الرجاء مصابه، فمش عايز ده يوصل للاعيبه النادي الاهلي الاحساس ان المباراه هتتسهل. مش هتفرق. انا مش عايز اركز في حته يا جماعه. بص على لعيبه النادي الاهلي، ما تركزوش في حته ان لعيب مصاب لعيب مش مصاب. انت بتلعب نادي الرجاء البيضاوي. انا شايف نادي الرجاء من الفرق القويه جدا جدا في دوله المغرب. خلاص، فمش شرط مين موجود مين مش موجود في الملعب، كله تيم الرجاء اللي انا هلعبه. فما تحطش في دماغك يا لعيبه نادي الاهلي حته مين هيلعب ومين مش هيلعب في المباراه. تيجي نتوقع التشكيل كده بسرعه مع بعض. ماشي.
يعني انا اقول لاعب وانت تقول لاعب. الشناوي، عبد المنعم سردباك. محمود متولي، باك شمال لما تيجي تقول لي مين اللي يلعب في النادي الاهلي، طبعا علي معلول. محمد هاني. محمد كده هاني 4 فعلاً. ورا. تمام. نتكلم في نص الملعب. هتلعب ب3 ولا 2؟ العب ب3. مين هم ال3؟ اليو ديانج. حمدي فتحي. السوليه لو جاهز يلعب. الله، يعني مروان بره كده؟ لا السوليه خبره يا استاذ اشرف. انا مش بقول مروان لا، مروان لعيب كويس وجيد جدا. انا شايف ان هو مستر كولر حابب مروان. انا اتفق معاك ان مروان بره. انا اتفق معاك. انا خبره مقتنع السوليه افضل. ان السوليه وحمدي وديانج اتقل من مروان. فعلا. انا في اعتقادي انا كده. تمام. يبقى 4-3-2-1. مين الاثنين؟ الشحات طبعا. شحات. الناحيه الثانيه عبد القادر بقى ولا مين ولا شريف؟ لا عبد القادر لو جاهز، عبد القادر يلعب. مش عارف عبد القادر موجود ولا لا، بس لو ما كانش عبد القادر يبقى شريف. طب كده بيرسي تاو بره؟ ما انت اكيد مهاجم كهربا. هو كهربا طبعا هو الامثل، يعني هو الافضل دلوقتي كراس حربة. عامة هو اعتقد ان اللعبه بس هيبقى بص في الجزء يا استاذ الامامي. اشرف، الجزء الامامي عامه لما تيجي تكلمني على بيرسي تاو برضو خلي بالك، هي بقت حاجه كويسه جدا في النادي الاهلي دلوقتي لما يكون مدرب عنده الافضليه اللي جوه واللي بره. دي حاجه مكسب في حد ذاتها. بس مبدئيا حسين ما يقعدش بره. طبعا حسين الشحات اساسي. العب. ولما اتكلمنا على بيرسي تاو برضو يلعب. لا بس خلاص حسين اساسي وكهربا اساسي، يبقى انت تلعب في الجنبين. وشريف يلعب. وشريف المفروض يلعب. ما انا بقول لك دي ميزه كويسه. اي نادي يكون عنده الدكه اللي بره يبقى فيه حيارات، ويعني ان المدرب مين يلعب ومين ما يلعبش، دي في حد ذاتها مكسب. انا اعشق دايما المدرب يا استاذ اشرف اللي يوصل ان انا معايا دكه اتقل من اللي في الملعب. تقيله. اه واللي بيلعبوا برضه تقال. طبعا. عامة تمنياتنا للنادي الاهلي بالتوفيق. مباراة صعبة وما نستعجلش، والاهلي ان شاء الله المكسب قادم. واللي بطالبه من جماهير النادي الاهلي تشجع لاعيبتها بس من اول دقيقة لاخر دقيقة. ما نستعجلش، لسه في شوط تاني. لا قدر الله لو الاهلي طلع 0-0، لا قدر الله لو الاهلي خسر 1-0، مش هنرمي الفوطة. برضه يا استاذ اشرف انا طالب من المشاهدين يا جماعه اي استفسار اي حاجه، انا طالب من مشاهدينا الكرام دلوقتي ابعتوا لنا ايه هو التشكيل الامثل للنادي الاهلي في مباراه الرجاء. ان شاء الله بالتوفيق للنادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله المكسب للنادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله يا استاذ اشرف. ما تنسوش عشان يوصلكم كل جديد عندنا نضغط لايك ونفعل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.